المشكل هي التضريب على الاراضي الفلاحيه غير المبنيه. هي الاراضي غير مبنيه لانه خرج المرسوم في 2000 يوليوز 2019. هو كانت في 2008 نورمالمون، كان في 2008 كانت معفيه حتى 2019 تفعل وما فعلوش بصفه نهائيه لانه غير تكميلي لهذاك المرسوم. فاتح يناير 2020 فعلوا القانون، ولكن هذاك تزامنا مع 2021 كانت جائحه كورونا. رانا كما كتعلموا كلكم راه كاين شي واحد اللي كيخرج وما كاينش شي واحد اللي غادي يمشي يصرح. ورغم ذلك بانهما واخا ما تصريح هما ما كانش اشعار من الجماعه المحليه، ما كانش من الجماعه ما دارتش الدور ديالها، ما شعرتش الفلاحه بانه راه خصكم تصرحوا، ما شعروش. لهذا خرجوا لنا الضريبه من 2019 باثر رجعي رغم مع القانون، بان القانون 1345 الدوري ديال وزير كيمنح بان الفلاح الاراضي غير المبنيه اللي كتكون فلاحيه او تزاول نشاط مهني او فلاحي معفيه من التضريب. وكاين مساله اخرى هي الارض اللي فلاحيه وتكون في وسط المجال الحضري، ما خصهاش تكون غير مربوطه بالكهرباء بشبكه التطهير ولا الماء صالح الشرب. لهذا حنا طلبنا مع السيد الكاتب العام جميع النقاط، جميع التدخلات، هادو جميع الفلاحه ديال الحصين ديال سلا جده جميعا. تقريبا الراي العام ما يعرفش شحال العدد ديال الناس. هادو تقريبا اكثر من 500 ديال التيتر، فهمتيني، ديال لي تيتر فينونسي اللي كاينه. نقصوا ابواب ديال الجماعه، انا نقصنا ابواب ديال الجماعه، نقصنا ابواب ديال السيد العامل، درنا ليه 4 رسائل وجوج ديال التذاكر، ولا احد بغى يشوف فينا هذا الشيء. علاش درنا هذه الوقفه احتجاجيه حضاريه يعني وفق القانون، وشعرناه عن طريق البريد المضمون برساله تتضمن بانه راه حنا غادي نوقفوا اشعار بانه وقفه احتجاجيه اليوم. مطلوب انا شخصيا كنظر لك، انا بدات من 12000 درهم وصلت 49 مليون، فهمتي. ما كاينش اللي عنده حتى 10 ليله باش يخلص هذا سميتو، فهمتي. كيفاش كانت مجريات الحوار؟ كيفاش دار الحوار؟ الحوار كان سلس، لان احنا من الناحيه القانونيه عندنا ما يثبت ذلك، لانه ما عندوش تهرب. السلطه المحليه تيقول لك اودي الا كانت ارض داخل المجال الحضري وذا، كاين السلطات تثبت ذلك. هو كتهرب قاعده كتقول لك انا ما يمكنش نعطيك شهاده اداريه، ورغم ذلك القانون الدوري ديال وزاره الداخليه كتقول لك يا ودي السلطات المحليه او وزارات الفلاحه عندهم الحق باش تعطيك شهاده اداريه. كتقول لك انا ما كنتش في هذيك الفتره، مع العلم بان هي السيده كاينه في 2019، والدوريه ديال السيد وزير الداخليه كيحث السلطات المحليه بانه هي ان استمراريه المرفق العمومي، مشات قيد راه يجي قيد. وكاين الشيوخ وكاين المقدمين اللي كيسهروا على هذه العمليه، وراه يمكن تسول اي واحد ممكن يجاوب على هذا السؤال هذا. وحنا هذه الارض ورثناها اب عن جد، كاين اللي عنده، كاين اللي اكثر من 200 سنه، فهمتي، كيستغل ارض فلاحيه. الراي العام. نعم سيدي. شرح لنا كيفاش الاحصاء كان ديال 23 21 فلاحيه. نعم هذا سيدي ملي وصلنا بالاشعار مارس 2023 عاد شعرنا بان راه عندكم تضريب على الاراضي الفلاحيه غير مبنيه. مشينا عندهم، قال لك لا ضروري تخلص هذاك الشيء. مشينا صرحنا، خرجوا عندنا في 2022، خرجوا عندنا في 2023، اعطانا شواهد الاعفاء 22 23. كيف يعقل 19 و20 21 كانت ارض مبنيه ودابا ولات رجعت فلاحيه؟ هما كيشهدوا على ذلك بان الارض راه فلاحيه، وكاين تناقض. ملي كنمشيو عند السيد رئيس الجماعه كيتملص منها، ما بغاش يستقبل حتى استقبال. اذا بالنسبه لهذا دابا انتم يطبق عليكم ما يسمى الضريبه على الاراضي العاريه. نعم. واش كتوجد هذه الارض داخل المجال الحضري في السونتر ولا لا؟ لا، كتوجد في المجال الحضري. علاش كتضرب الاراضي الفلاحيه غير المبنيه؟ علاش داخله في الميناجمون، داخله في المجال الحضري. اذا هذه الاراضي هذه مربوطه بواحد القانون. ارض مبنيه في المجال ارض فلاحيه في المجال الحضري الا ما كانتش مرتبطه بالشبكه ديال الماء الصالح الشرب والتطهير. وكاين القانون تيقول لك تزاول نشاط مهني او فلاحي معفيه 100%، فهمتي. والسلطات المحليه كتهرب، ما بغاش تعطي شواهد اداريه للناس، فهمتي. هذا هو بيت القصيد. اذا نامل خيرا مع هذا الحوار. ومع ذلك بان الاراضي غير المبنيه الفلاحيه، لان جل الاراضي اللي كاينه دابا حاليا جل الاراضي كلها بوريه، ولكن الخمس منها كيستغل، يعني يكفي. اذا كان غير الخمس كيستغل في القانونيا، هذا راه كنهضر لك مساله قانونيه. القانون قال لك الخمس منها يكفي بانه راه كتكون معفيه من الضرائب، معفيه، فهمتي. اما هاد الناس هادو اللي بغاو هاد الارض هادي وبغاو يديوها، يديروا لنا نزع الملكيه ويديوها يهنيونا منها. وبداو كذا ابتزاز. دابا واش واحد يخلص على واحد؟ راه ما يمكنش.
واش الدوله بغات تدخل المداخل وتدخل على ظهر المواطنين، دار الناس الضعفاء؟ كل ارض فيها 30 وريث. هذا اللي يعقل بان الانسان شحال هاد الارض هذه يديوها هما، يديوها يخلصونا، يديروا لنا زعما ملكيه ويخلصوها، وهما كيشهدوا بنفسهم. دوزوا الطريق ديال سلا جديده دوزوها، وبنفسهم كيديروا قطعه ارضيه زراعيه كيشهدوا على نفسهم وفلاحيه، ودابا كيجي يقول لك خلص لي الضريبه ديال 2019 باثر رجعي. المحافظات الفلاحيه. والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة. قبل ما تخرج ما تنساش تابونا في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تتبعنا على الصفحة الرسمية على فيسبوك وكذلك انستغرام وباقي المواقع. فلاش 24، الخبر اليقين من المصدر.